السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. ما تنسوناش بالاشتراك والدعم وتفعيل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. من خلال دعمكم القناة هتظهر للنور، وطبعا هنكون سعداء بمتابعة حضراتكم لقناتي. طبعا من دقايق انتهت مباراة الأهلي مع الداخلية. مسلسل الاحتواء لا ينتهي. يعني ايه احتواء؟ يعني لما يكون الاهلي بيلعب 11 قصاد فريق بيلعب 10، والاهلي متفوق بهدف. طبعا الاهلي كيان كبير ولاعيبه كبار على فريق يعني امكانياته محدوده، ويجي في لحظه الفريق اللي امكانياته محدوده وهو بيلعب ناقص يتعادل معاك، فيقوم ايه اللي يحصل؟ طبعا احنا عارفين مسلسل التحكيم في مباريات الاهلي لا ينتهي. احتواء عين عينك، احتواء يعني بلطجة على اي حد. لو ال 90 دقيقة انتهوا والنتيجة 1-0 للاهلي، كان الوقت الضايع هيكون 3 دقايق 4 دقايق بالكتير. انا مش عايز اقسم ويمينه هتحاسب عليه. لو المباراة ال 90 دقيقة انتهوا والاهلي فايز 1-0، كان الحكم هيدي 4 دقايق او 3 دقايق، مش هيعدي كده. انما ايه اللي حصل؟ فريق الداخلية فاجئ الجميع، على عكس المتوقع ان فريق بيلعب 10 يتعادل مع الاهلي. فالحكم لازم يقوم بدوره، طبعا من وصايا اتحاد الكورة، لان يعني الاهلي لازم ياخد الدوري السنة دي واحنا شايفين اللي بيحصل مع الزمالك الناحية التانية. 7 دقايق وقت بدل ضايع. هو الشوط التاني ضاع في كام؟ هو انت بتحسب بالتقنيه اللي هي كانت في كاس العالم؟ مش عندنا. امال السبع دقايق دول منين؟ يا اخي حرام عليك، عامل ضميرك. انت كحكم عامل ضميرك. وانت فيها ايه لما تدي الفريق الصغير ده حق؟ هو لازم الاهلي يكسب؟ يعني لازم يكسب؟ ما ينفعش الاهلي يتغلب ولا يتعادل؟ 7 دقايق وقت بدل ضايع، وهجمه رايحه للفريق الداخليه. يعني اللاعب حجز على الكره بكتفه، كتفه في كتف رامي ربيعه، وخلاص رايح انفراد، فاول لرامي ربيعه. نفس اللي حصل في الماتش اللي كان ابراهيم نور الدين حكمه وحسب ضربه جزاء لفيوتشر على فيوتشر، كانوا متعادلين، ويعني الحمد لله في ضربه الجزاء ضاعت، قفشه شاطها في العارضه. برضو يمد الوقت الضايع. لو الوقت انتهى ولسه الاهلي ما تعادلش، نمد الوقت الضايع ونلعب ضربه ركنيه، والضربه الركنيه ترجع وتيجي وتيجي جون، و100% الوقت الضايع خلص، بس لسه الضربه ركنيه والماتش شغال والاهلي ليه هجمه. لما الكره اتقطعت لفيوتشر وراح هجمه مرتده، وكان 3-1 او 2-1، صفر واللعيبه لسه في نص الملعب عشان ما خلاص، يعني الاهلي يطلع متعادل احسن ما يطلع مغلوب. فالحكم يدي 7 دقايق النهارده، ال7 دقايق خلصوا والاهلي عمال يهجم. نسيب دقيقه كمان. لما نهى في الدقيقه 8، ال7 دقايق اصلا ما ضاعوش في الشوط الثاني. انت تزود دقيقه تاني من عندك ليه؟ علشان خاطر الناس اللي هتطلع تقول انتوا عايشين دايما عايشين نظريه المؤامره وما اعرفش ايه. ما هو واضح قدام الناس، كله بيتفرج. لما يكون الزمالك متعادل الحكم بيبقى مرضي وكله تمام او مغلوب. 3 دقايق 4 دقايق، ما تزودش عن كده. احنا اصلا مش عايزينه يكسب، وسيظل الدوري المصري اسوأ دوري في العالم، لان احنا ده دوري الفريق الواحد، مش ال 18 فريق. 18 ايه؟ انتوا هتقارنوا نفسكم بيا؟ دوري الفريق الواحد، لازم الفريق الواحد ده هو اللي يكسب الدوري. انت اعمل ما بدالك. احنا عارفين في النهايه الدوري رايح فين. مسلسل لا ينتهي، مسلسل من القذاره، مسلسل من انعدام الضمير. احنا مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. طالما دي المنظومه عايزه تفضل ماشيه في الفساد اللي هي فيه، مش عايزه تتظبط، حاطين الزمالك في شخص واحد
اهو الشخص خلاص سايب بتاعه مرمي في السجن. لا احنا بنعادي اي فريق ان هو ينافسنا في البطولات. ما ينفعش ان انت تاخد بطوله واحنا موجودين. رسالتي اكيد وصلت، واتمنى اصدقائي الاهلاويه ما يزعلوش مني. ده الحاجه دي انا مش عشان انت بتشجع الاهلي او انا بشجع الزمالك، فلا، دي حاجه احنا شايفينها. وانت نفسك لما يكون مثلا الزمالك بيتحسب له نفس اللي حصل او بيتعامل نفس المعامله بتاعت النهارده، انت هتطلع تنتقد. ده طبيعي، احنا في منافسه، ده طبيعي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.